صباح الخير، انا نازل. عايزه حاجه؟ سيب لي فلوس عشان مصروف البيت خلص. ايه؟ ازاي يعني؟ احنا النهارده 25 في الشهر، هو كل شهر المصروف ما يكفيش كده؟ وانا اعمل ايه؟ المصاريف زايدة عليا. طب وانا كمان اجيب منين؟ بقول لك ايه، انا مستعجل ولازم انزل، لما ارجع نبقى نتكلم. ماشي ان شاء الله. ايه ده؟ غريبه، ده حمايه. خير، في ايه؟ الو. ايوه يا عمي، عامل ايه؟ لا الحمد لله كويس، انت اخبارك ايه؟ لا يا عمي الحمد لله، والله مستوره ومش محتاجين فلوس. ماشي يا عمي، شكرا على سؤالك. غريبة، عمي بيسألني محتاج فلوس ولا لأ، هو عارف منين؟ أكيد نوجة. نوجة هي أكيد حكت لأمها. ماشي يا نوجة. الو، ازيك يا حماتي؟ الحمد لله كويسين. ايه؟ لا والله يا حماتي، ماشي على قدي. هي مصاريف العيال بس اللي كترت اليومين دول. ماشي يا حماتي. برضو يا خميس رحت اشتكيت لامك؟ ماشي لما تجيلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت برضو رحت اشتكيت لامك؟ أنا ما اشتكيتش، هي كلمتني وشافتني زعلان وفضفضت معاها شوية. ما انت كمان اشتكيتي لأمك؟ لا انا ما اشتكيتش لامي. ازاي بقى؟ ما ابوكي كلمني النهاردة وبيقول لي محتاج فلوس، هو عارف منين؟ ما هي ماما كلمتني وسمعت صوتي زعلانة وفضفضت معاها شوية، وبعدين كتر خيره بابا بيعرض المساعدة. طبعا كتر خيره، انا ما قلتش حاجة، بس شفتي بقى، انت اللي بتحكي كل حاجة لأهلك اهو. طب ما انت كمان كل حاجة حكيها لأمك. بقول لك ايه، انا جاي من بره تعبان ومش قادر اتخانق، تصبحي على خير. ماشي يا خميس. وزي ما بقول لك كده يا ماما، كل حاجه بتحكيها لاهلها كانهم عايشين معانا بالظبط. ما انت اللي غلطان، لازم تكون حامش معاها، مش كل حاجة تفوت ليها. لازم تاخد موقف معاها وغصب عنها تسمع كلامك وتبقى تحت طوعك. وفيها ايه لما تحكي لنا؟ هو احنا عايزين ايه غير مصلحتكم؟ وبعدين احنا اهلك. هو عايزك مقطوع من شجرة ولا ايه؟ عشان يستفرد بيكي. والله يا ماما انا زهقت. انتي اللي ما عندكيش خبرة ولا عارفة تديري بيتك. لا يا حبيبتي، هو اللي معتمد على كلامك في كل حاجة، وبيجي يفرغ غضبه في بنتي. ما هو الراجل تعبان وشقيان وبيجري عليهم، وانا بنتي اللي قاعدة في البيت بتلعب، ما هي شايلة هم العيال وشغل البيت. انا ابن راجل لازم تسمعي كلامه. هو احنا في زمن السيد ولا ايه؟ ايه في ايه؟ هي تيتا وتيتا بيتخانقوا ليه؟ لا يا حبيبتي مش بيتخانقوا، دول بيتكلموا عادي. ادخلي انت بس جوه يا حبيبتي دلوقتي. خلاص يا ماما، خلاص يا حماتي، عشان العيال ممكن نتكلم بعدين. معلش يا ماما هبقى اكلمك. عاجبك اللي حصل النهارده ده؟ لا طبعا، ما انت السبب. برضه انا. ماشي، المهم احنا لازم نحافظ على البيت ده، ولازم نتفق اننا ما نطلعش اخبارنا بره مهما حصل. ايوه فعلا، انا كنت حاسه ان الموضوع بسيط وبسبب تدخل الاهل كبر. خلاص نتفق ان مشاكلنا تفضل هنا في الأوضة دي، ما تخرجش ابدا. خلاص اتفقنا، بس انت برضو ما تروحش تحكي لامك حاجه. وانت كمان، ده انا حاسس ان امك عايشة معانا هنا. لا دي امك انت، ده أمك دي امك انت، أمك امك انت، الله. امك انت. وانتوا يا حبايبي قولولي لما اخبار البيت بتطلع بره، حتى لو لاقرب الناس، مش ده بيعمل مشاكل؟ قولولي رايكم في التعليقات. ما تنسوش اللايك الجميل